السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل أعزائنا المشاهدين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صائد النجوم. أهلا بكم. اتأخرنا عليكم تقريبا حوالي 10 دقايق لأن احنا طول اليوم تقريبا في اختبارات وجاي من اختبارات، يعني أنا خارج من الساعة 10 الصبح لغاية دلوقتي بره، وعشان نطلع في ميعادنا مظبوط، ولكن هي بس ظروف غصب عننا يعني. برحب بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج صائد النجوم. غبنا تقريبا اسبوعين لان فعلا فيها اختبارات واحنا شغالين بقوه جامده جدا، لان ميعاد سفر الاولاد لنادي ليوا تقريبا خلاص اخر الشهر، فبنحاول ان احنا نشتغل على قد ما نقدر الفتره دي. النهارده في اخبار واحداث مثيره جدا للجدل، والكل بيتكلم فيها تقريبا على المستوى الرياضي وكمان الشارع المصري بصفه عامه. اهتمامنا بالنادي الاهلي والزمالك والكره المصريه خلي الناس كلها يبقى ارتباطها بالرياضه بقى، حتى اللي ملوش في الكوره بقى بيشجع كوره. وده نظرا للاحداث الكتير اللي حصلت النهارده. عندنا اخبار مهمه جدا، ولكن في فقره من الفقرات هتبقى خاصه بقطاعات الناشئين والناس اللي عايزه تسافر، وقصه معينه لازم هحكيها بكل تفاصيلها. ولكن قبل ما ابدا النهارده معاكم، في حدث لسه تقريبا من حوالي ساعتين، وهو كان اقاله لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. وده كان احد الشخصيات يمكن اللي كانت قويه جدا داخل جدران النادي الاهلي. وخبر زي ده اكيد في بعض التفكير، ناس كتير عماله تسال ايه السبب، ايه اللي حصل، ايه اللي راح. طبيعي جدا في اسباب، مفيش في يوم وليله يحصل حاجه زي كده الا لما يكون في اسباب. وكعاده النادي الاهلي في الحاجات اللي زي كده ما بيطلعش بالتصاريح ويقول اصل حصل وحصل وحصل والكلام ده كله، لكن هو في اسباب. طبعا موضوع المناصب وتغيير المناصب ده ما فيهوش مشكله خالص، ولكن لو رجعنا بالذاكره شويه هنلاقي ان كان من احد المشاكل اللي كان النادي الاهلي بيقابلها خلال الفتره اللي فاتت وهي قطاعات الناشئين. طيب، هو قطاعات الناشئين كانت في النادي الاهلي متاثره بعد الشيء ليه؟ لان كان رئيس قطاع الناشئين موجود في التوقيت لسه تقريبا من لغايه شهر، كان كابتن خالد بيبو. خبره كابتن خالد بيبو في المجال الرياضي ما عندوش خبره، يعني خلينا نتكلم بصراحه، غير مباراه واحده هي ال6-1. يمكن النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي ما تعرفش كابتن خالد بيبو غير مباراه ال6-1 اللي هي الشهيره، بيبو بشير ومباراه الاهلي والزمالك. وكون ان هو يتحط في منصب مهم جدا اللي هو رئيس قطاعات الناشئين في السابق، ده منصب حساس جدا، لان قطاعات الناشئين دي اللي بتغذي الفريق الاول. الفتره اللي فاتت دي ما لقيناش قطاعات ناشئين للنادي الاهلي، زي ما كل قطاعات الناشئين في مصر كلها مضروبه خالص. ولكن النادي الاهلي كنادي كبير، مؤسسه قويه واداره رهيبه ملهاش حل، انه يصاب بهذا الخلل دي حاجه مش حلوه. عشان كده استقطبوا كابتن بدر رجب. كابتن بدر رجب قصه كبيره جدا جدا في قطاعات الناشئين، وعمل طفره كبيره جدا في الامارات في ابو ظبي، عمل طفره كبيره لقطاعات الناشئين. عشان كده الاهلي استقطبه وجه. كان المفروض ان هو يحطه رئيس قطاع الناشئين بدل خالد بيبو، ولكن حطوا المدير الفني. مفيش مشكله في ده خالص، بس كون محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب، كون ان هو يجيب خالد بيبو بدل كابتن سيد عبد الحفيظ، ده طبعا قرار للاسف الشديد خانوا فيه اتخاذ القرار. هو ممكن يكون حب يعالج موقف بموقف. كان ممكن على الاقل في الفتره دي كان حسام غالي يتحط، ولكن حسام غالي بيتحضر لمنصب تاني خالص، وهيبقى ممكن في يوم من الايام يبقى رئيس للنادي الاهلي. ولكن انك تشيل النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ بعد ما خد الخبرات القويه في انه يبقى مدير كوره، اصل خدوا بالكم مدير الكوره ده منصب قوي جدا في النادي، مش في النادي الاهلي بالخصوص، ده في اي نادي. منصب مدير الكوره ده اختصاصاته كبيره جدا، قريب من اللعيبه، القرارات، كل حاجه. طبعا اللي كان بيخلف في المنصب ده ومحدش جه زيه ولا هيجي زيه على مدار السنوات كلها، الله يرحمه كابتن ثابت البطل. كان رئيس نادي، مش هقول لكم مدير كوره، كان رئيس نادي في ظل التوقيت ده، ومش هيجي زيه بصراحه. كان في سلبيات كتير لكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن خلاص اخذ الخبرات واشتغل وبدا يجيب حقوق النادي الاهلي في حاجات كتير جدا. يمكن من اهم حاجه لمدير الكوره انه يقف على الخط، عامل رهبه مش لفرقته بس، ده للحكام، ده للمنافس، ده للصحافه، ده للاعلاميين، هو شخصيه. لكن شخصيه كابتن خالد بيبو مش هتبقى في الاداره زي الناس دي. كابتن خالد بيبو عايز منصب انه يبقى مدير فني 2003 2005 2004، الحاجات اللي هي اللي يعني خدوا الخبرات يا جماعه. ده اللي اقصده. انديه الاهلي والزمالك
مش أندية للتجارب، مش أندية إن هي المناصب فيها تبقى تجارب، لا. والصحوبية والحب والحاجات الجميلة اللي بتبقى في المجالس الإدارات دي ملهاش دعوة خالص بالمناصب. المناصب دي للأكفاء. النادي الأهلي عنده كفاء كتيرة جدا جدا جدا، إذا كانت مدربين أو إداريين أو مديريين أو كل جميع التخصصات. ده كيان كبير يا جماعة. عشان كده كان إقالة كابتن سيد عبد الحفيظ مفاجأة، تعيين كابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي مفاجأة تانية خالص وقرار تاني خالص. كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وده أعتقد إنه برضو يعني معرفش، هو برضو معرفش إيه الدربكة اللي حصلت دي لخبطة، إن حط وليد سليمان فوق كابتن بدر رجب رئيس قطاعات الناشئين. لسه كابتن وليد سليمان مبطل تقريبا من شهر أو شهرين حاجة زي كده. يا جماعة المناصب دي بيبقى في خبرات كتيرة تاخدها. شفتوا الفرق بين العقيد والعميد والرائد والنقيب والرتب في الجيش؟ هو ليه فرق السنوات ما بينهم طويل شوية، 3 سنين 4 سنين، عشان ياخد رتب 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 رتب، عشان في محاضرات، عشان في دراسات، عشان مش هبطل النهارده واروح اخد شهاده النهارده عشان ربنا كرمني بفلوس، اروح اجيب شهاده وابقى تاني يوم رئيس ومدير. ايه ده؟ امال الخبرات والناس اللي بتسافر والناس اللي بتاخد خبرات كبيره دي ظروفها ايه؟ دي وضعها ايه؟ هو ده ينفع؟ لا ما ينفعش. للاسف قرار من وجهه نظري الخاصه، ويمكن البعض من جماهير النادي الاهلي، الناس اللي هي بقى ايه، مش الشباب بتاع السوشيال ميديا ال 20 سنه وال 25 سنه وال 30 سنه، لا لا لا، انا بتكلم عن الناس اللي هي بتحب انديتها كاهلي وكزمالك. ده كان جزء خاص بالحوارات اللي حصلت الفتره دي او الساعات الماضيه، ويمكن واحنا في الطريق عرفنا الخبر. انا ذهلت جدا بصراحه ان كابتن سيد عبد الحفيظ ده، عارفين يعني تاريخ في الاداره. مش هقول سيبك ان هو لاعب، لا، في الاداره، في قوه الشخصيه، في الكلام اللي هو بيقوله، حتى لو كلامه بعض الشيء خارج يعني، ولكن قوي الشخصيه. ومدير الكوره ده مش محتاج انك تجيب اجوان او ان محتاج انك تقوم تدي قرارات للعيبه، لا، ده محتاج قياده، محتاج شخصيه، محتاج للنظره بس. هو ده مدير الكوره في الانديه. الخبر الثاني وهو كان خاص بنادي الزمالك، لما لعب نادي الزمالك في البطوله العربيه وقدم شكل كويس. ايا كان الفنيات مش بتاعتي خالص ومش قصتي خالص، ولكن في فيديو انتشر على السوشيال ميديا بشكل كويس، وانا كاحد الناس اللي بتشاهد قعدت اتفحص عشان اعرف مصدر الخبر صح وهو فعلا صح ده ولا لا. هو ده لما كريستيانو رونالدو اعظم لاعب في العالم واحسن لاعب في العالم، مش انا اللي بقول ده، هو ده تاريخه اللي بيقول كده، انه يروح لشيكابالا لاعب نادي الزمالك والخبره كبيره جدا في نادي الزمالك، ويديله التيشيرت بتاعه ويبدلوا التيشيرتات مع بعض، ويثني على نادي الزمالك بتنظيمه كلعبه كفريق منظم. ودي حاجه كويسه في ظل ان الزمالك خارج منهار اداريا وحاجات كتير جدا وقد لاعبين ومشاكل كتير، يعني في ظل ده انه يقدم الشكل ده ويتكلم عليهم كريستيانو بشكل كويس. بعد ما بدلوا التيشيرتات بتاعتهم، في فيديو انتشر تاني انه كريستيانو بعت لشيكابالا وقال له لا انا عايز التيشيرت تاني عشان انا معلش مش هديهولك يعني. في الحقيقه طبعا ده ما كانش صح. الصح انه بعد ما المباراه ما خلصت وبدلوا التيشيرتات وراح كريستيانو لشيكابالا عشان يقدم له التيشيرت، اللي حصل بالظبط هو انه في حوارات صحفيه بتحصل بعد المباراه، وده ما كانش واخد باله، لان فرحه شيكابالا برضه بالتيشيرت بتاع كريستيانو وان هو اللي جاله حاجه عظيمه، واي لاعب في مصر يفتخر بده، مش شيكابالا بس، اي لاعب في مصر يفتخر بده. فطلبوا التيشيرتات تاني، واللي راح جه عمل كده طبعا كابتن عبد الواحد مدير الكره في نادي الزمالك، انه ياخد التيشيرت من شيكابالا ويديله التيشيرت بتاعه علشان اللقاءات الصحفيه اللي هيحصل ما بين شيكابالا او كريستيانو، وده اللي حصل بالفعل. لكن السوشيال ميديا واحنا كشعب مضحك شويه وبنحب النكت والكلام ده كله والافيهات، طلعوا طبعا كدبوا وقال لك لا ده الراجل هيحتاج التيشيرت. تيشيرت ايه؟ كريستيانو هيبص للتيشيرت مثلا؟ مفيش الكلام ده كله. كريستيانو رونالدو اللي مش عايز اقول لكم اللي اي حد في مصر يحلم ان هو يبقى متابع معاه على الصفحه، ده مين؟ ده اعظم لاعب في العالم. ودي كنت حابب ان انا اقولها وبكل صراحه. يا جماعه افرحوا للزمالك انه بيلعب في بطوله، افرحوا للاهلي انه بيلعب في بطوله، افرحوا لاي نادي بيمثل مصر في بطوله خارجيه. بلاش الاحتقان اللي عامله الاعلام للاسف الشديد. المفروض الاعلام يتكلم بشكل كويس،
ان في بطوله وفي عائد مادي للفرقه دي، وان قدمت شكل كويس قدام النصر، وكانت على اعتاب ان هي النصر، وكانت على اعتاب ان هي تعدي المباراه، ولكن اللي حصل. فطبعا بنقول للزمالك هارد لك، انتوا عملتوا حاجه مبدعه وحاجه كويسه جدا. الكره في مصر اهلي وزمالك، في فرقه بتعرف تكسب كويس وتاخد بطولات كويس، وفي فرقه تانية بتعرف تلعب كويس. هي دي الكوره في مصر، الاهلي والزمالك، فرقه بتلعب كوره وفرقه بتكسب. فاهمين انا اقصد ايه؟ فرقه بتلعب كوره وفرقه بتكسب. لازم تعرف تكسب ازاي، ما تقعدش تجري في الملعب كتير وتضيع الكوره بتاعتك. يا رب تكونوا فاهمين. على فكره اقسم بالله انا مش زملكاوي، لكن انا بشجع الاهلي والزمالك وبشجع الحق، حتى لو النادي اللي انا بشجعه ده هو قوي وفارض سيطرته، انا باجي قدامه في حاجات معينه واقول كذا 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 كذا. انا بحبها كده يعني. الحاجه الثالثه بقى والمهمه النهارده واللي هتكلم فيها بصفه كبيره، من ساعه ما اتكلمنا على نادي ليوا الاماراتي، وناس كتير واحلام كتير للشباب عماله في دماغها ان هي تسافر بره. بصوا يا جماعه، والكلام ده لاولياء الامور، وحاجه مهمه جدا. كل ولي امر ابنه بيلعب في الاهلي او في الزمالك لغايه مثلا مستوى الناشئين، الكلام اللي هقوله ده انا اول مره اقوله او تاني مره اقوله وهقوله وهفضل اتكلمه، وكلام مهم جدا واعترافات خطيره جدا. كل ناشئ اذا كان 2000 2001 2002 2003 لغايه 2006، لو هو هنا في مصر مكسر الدنيا وعامل حاجه فوق الخيال وبيلعب منتخب مصر، حتى لو بتلعب منتخب مصر وجالك انك تسافر لفرقه بره درجه ثالثه، اوعى تفكر درجه ثالثه، مش الجزيره الاماراتي او الشارقه الاماراتي، لا درجه ثالثه. اوعى تفكر انك هتتاخد بدون مقابل، حتى لو انت نجم النجوم هنا، انت نجم النجوم في مصر، لكن ما حدش عارفك بره. هو امتى اخد اللعيب من هنا من غير مقابل مادي؟ لو هو مثلا يعني الشناوي بيلعب في الاهلي وهاخده الجزيره الاماراتي، لا ده انا هديله فلوس قد كده. ليه؟ ما هو معروف، ما هم عارفينه هناك في الامارات. لكن انا ما اخدكش من هنا فرقه درجه ثالثه تاخد لعيب مكسر الدنيا وعامل شغل عالي قوي، الا اذا معاك وكيل لعيبه معتمد وقوي جدا بره هيقدر يدخلك الانديه المحترفه. غير كده اوعى تصدق اي وكيل لعيبه موجود بره في الامارات او في السعوديه او في اي مكان ويقول لك تعالى انا هوديك نادي، هتروح تختبر وتروح انديه، لكن مش هيتعاقدوا معاك. ليه؟ لانك طالع على زياره. اللعيب اللي هيتأيد في الامارات لازم يتعمل له اقامه، ولازم يبقى رايح على اقامه. الزيارات دي مفيش حد هيتعاقد معاك. ليه؟ انا لعيب جاي لي النهارده مثلا وانا نادي الجزيره الاماراتي، واللعيب ده جامد قوي وهيكسر الدنيا، عايز امضيه النهارده، اوقع النهارده التوقيع بتاعه، فبساله قال لي ده انا زياره. طب اروح اعمل اقامه واجي؟ لا خلاص بقى، انا لسه هستناك شهرين تعمل اقامه، هروح اجيب واحد جاهز. ليه؟ ما هو لعيب مقيم، وده قانون في الامارات، ممنوع قيد اي لاعب الا اذا كان اللعيب ده مقيم ومطلع اقامه اللي هي الاماراتيه. ليه انا بقول الكلام ده بقى لاولياء الامور؟ لان كل ولي امر النهارده بيشوف ابنه كريستيانو وميسي والكلام ده كله ويجي يتكلم عشان يروح يسافر. لازم ابنك هيدفع. ليه هيدفع يا فندم؟ هيتعمل له اقامه سنتين، وبعد كده اكل وشرب وسكن وميديكال طبي وتذكره رايح جاي والحاجات دي كلها. ايوه يا كابتن، بس انا ابني في الزمالك 2001 ده هداف الدوري. خليه في الزمالك، خليه في الزمالك او خليه في الاهلي او خليه في بتروجيت. قطاعات الناشئين هنا لو بتعتمد على اللعيبه اللي بتطلع ان هم يروحوا الفريق الاول، انا قلبا وقالبا هبقى معاكم. لكن انتم متخيلين كام ولد مسافر بره في السن ده او في العمر ده موجودين بره؟ والله العظيم انا لعيب اتصل بيا من 3 ايام بينام بره المسجد هناك في الامارات، يعني بيصلي وبيقفلوا المسجد فبينام بالليل، قعد شهر على كده، ومامته استلفت فلوس وعملت قرض تقريبا. والله العظيم الكلام ده حصل، وكلمني اول امبارح واتصل بيا. مشكله الولد دلوقتي انه عايز حد يساعده ماديا عشان امه هتتحبس، لان هي خدت القرض عشان الولد يسافر، حلم يعني الولد سافر مع نفسه. اوعى حد من اولياء الامور يسفر ابنه عشان يلعب بره كده مع نفسه، او حد وكيل بره يقول لك ابعتولي وانا هعمل لك اختبارات بره تكسر الدنيا او تخش اي نادي او الكلام ده كله. لا، مفيش الكلام ده.
ابنك لو ما دفعش المقابل المادي عشان يسافر على نادي من هنا درجه تانية او درجه ثالثه يبقى مش هيلعب كوره. طب هو ليه هيدفع مقابل مادي؟ لان النادي درجه ثالثه هناك في الامارات ما بتديش مرتبات، بتاخد اللعيبه اللي معاها اقامات وبتاخد الجنسيات مختلفه. فاهمين حضراتكم؟ عشان الناس اللي بتشاهدني وبتشوفني، لو حد هيخش طبعا احنا كده كده هنفتح مجال للمكالمات. انا معاكم النهارده لوحدي، مفيش ضيوف النهارده، عشان ندردش بشكل كبير ونتكلم بشكل كبير، واللي عنده مشكله يقولها مهما كانت، مفيش مشكله خالص. وعلى فكره في البرنامج احنا فاتحين اي حد يتكلم بكل حاجه، بس ما حدش يخش يقول لي كلمه جارحه ولا حاجه يعني، لا انتوا اتكلموا بكل استفاضه، اللي عنده مشكله يقولها، اللي بيسال على حاجه معينه يقولها. طب الاستثمار في مصر هنا، الانديه اللي بتدفع اللعيبه فلوس، انا ما بتكلمش على انديه مقاولين او الكلام ده كله، دي بتاخد ارقام عاليه 50,000 و60,000 عشان يأيد ولد ولا الكلام ده كله، لا طبعا دي ارقام خياليه، وفي الاخر ابنك هيلعب السنه وشكرا، هو ده. لكن انديه درجه ثالثه وثانيه ورابعه دي بيتأيد بفلوس بخمسة ستة، اللي هي مصاريف الولد، اللي هو انت كده كده طبيعي بتدفعهم في اكاديميه يعني. هو انا مش بقول كده عشان بشجع على الاستثمار ده، لا، بس للاسف الشديد هو ده بقى المنظومه اللي موجوده دلوقتي، اللي هي ادفع عشان تلعب، عشان اقدم لك خدمه، بس انت اختار تدفع لمين، اختار تتعامل مع مين، اختار تبقى انت فاهم الكلام ده. خدوا بالكم، واحد تاني ممكن يطلع يتكلم ويقول لك لا والشرف والامانه وما ينفعش لعيب محترف يدفع فلوس ويلعب كوره. حبيب قلبي، ما هو ده الواقع، ده اللي موجود، ده هو ده الواقع. ليه؟ لان المستثمر بيروح ياخد القطاع من النادي، اشترى بفلوس بمليون جنيه مثلا، وراح عمل لبس وعمل واجر ملعب بره، لان النادي مش هيديله ملعب عشان بيتدرب عليه الفريق الاول، وصرف كل ده. هو هيجيب الفلوس دي منين؟ تمام؟ ولا هي الفلوس دي عنده زياده فالراجل طيب بيصرف وبتاع والكلام ده كله؟ لا، عايز يلمها تاني. بس في ناس بتفكر انه يجيب قطاع، يجيب فيه مميزين، لعيبه مميزه تشيل الفرقه عشان تعمل نتائج كويسه، ويكمل ببقيه الاستثماري اللي هو هيساعد ماليا. هو ده الفكر، هو ده الصح. على الاقل المميز ده هينفعه لما يحب يسوق. ده الكلام اللي انا كنت عايز اقوله بالخاص بالناس اللي هتسافر، لان قاعد اولياء امور معايا الاسبوع اللي فات كتير جدا، وكل ولي امر جاي لي ده انا ابني بيلعب في الزمالك. وفعلا على فكره مضينا النهارده 3 لعيبه من الزمالك، مش يعني ايه، مش عايزين نفضي الزمالك، ولكن التجربه بتاعت سيد نيمار نجحت. ايه هي التجربه بتاعت سيد نيمار دي؟ اسمعوا الكلام ده عشان ما اتعرضش ولا هيتعرض، وهقوله لكم. سيد نيمار قبل ما يكون سيد نيمار الجبار الجامد قوي اللي انا دايما بقول عليه احسن لعيب في مصر، من 4 سنين او 5 سنين كان موجود في النادي باستمارة اتحاد الكرة اللي هي العاديه يعني. فقال لي يا كابتن، انا اتعرفت عليه طبعا وقعدنا مع بعض انا واخوه قصه كده، وقعدنا مع بعض، انا عايزين نسفره بره لانه الدنيا وحشه في الزمالك والناشئين والحكايه والروايه، ومش باين. كان بياخد كام في ال4 سنين؟ كان بياخد مثلا 30,000 جنيه في ال4 سنين يعني، ده اللي هم كانوا متفقين على كده. خدته ورحنا تايلاند، سفرته تايلاند، قعد هناك 8 شهور. ال8 شهور دول بقى نجم وهداف الدوري التايلاندي. كويس؟ ممكن البعض يقول لي ايه هو الدوري التايلاندي ده؟ هو ده دوري؟ هو حد بيتفرج عليه؟ هو مش عارف ايه؟ فكره مش كده يعني، فكره ان الولد عنده طموح وعايز يحققه. طب هو سيد نيمار ده يدفع فلوس عشان يلعب كرة؟ عمل كده ودفع بالدولار عشان يسافر تايلاند ويلعب هناك في نادي ويكسر الدنيا ويرجع هداف الدوري التايلاندي في 8 شهور. نزل اجازه وقابلته، قلت له تعالى نعمل حركه جميله جدا. خدته ورحت النادي الاهلي، هو زملكاوي، قلت له تعالى نروح نمضي في النادي الاهلي. دخلت للكابتن فتحي مبروك، انا هوريكم بقى الادارات والدنيا من جوه عامله ازاي. دخلت للكابتن فتحي مبروك، انا معايا حاجه تكسر الدنيا. قال لي هنشوفه في اختبار وبتاع، بختصر الكلام عشان الوقت. شافوه في اختبار، مع ان ده ما يتشافش في اختبار. جاب جونين في مصطفى شوبير في الاختبار وانا واقف. اللي حصل كالاتي، ان الكابتن فتحي مبروك قال لي للاسف ما ينفعش يجي النادي الاهلي الا عن طريق الوكيل بتاعهم. الوكيل بتاعهم. خدوا بالكم ان الكابتن الخطيب لو عرف الموضوع ده كارثه هتحصل. قلت له طب انا مش عايز فلوس، انا عايز تحط اسم حاتم عسكر ان هو اللي ودى سيد نيمار النادي الاهلي. قال لي لا، ما هو اصل الحكايه والروايه والتتر بيت. خلص الموضوع.
واحنا واقفين في الزمالك وصل لهم خبر ان سيد نيمار جه من تايلاند وخدناه من الزمالك الاهلي وراح الزمالك، خدوا كارتيرون وضموا للفريق الاول، واللي كان بياخد 20,000 جنيه في 4 سنين دلوقتي السعوديه عايزاه. ده سيد نيمار. ازاي حصل مع ده؟ عشان سافر بره ودفع فلوس علشان مستقبله، مش علشان هو هنا بيجيب جوان وبيكسر الدنيا. كل ولي امر جاي وحاطط في دماغه ان ابنه هنا نجم النجوم، بره ما يعرفوش الكلام ده. بره القصه غير كده خالص، لازم يبدا من تحت، لازم يجيبها من تحت، تالتة تانية أولى، إلا إذا كان بيلعب هنا أصلا في الفيرست تيم، فبالتالي التلفزيون والدنيا بتشوفه وبيبان. هو ده الكلام واللي أنا حبيت أقوله بواقع عشان تعرفوا القصة. وعلى فكرة موضوع سيد نيمار ده ممكن تجيبوه على السوشيال ميديا، لقاء حاتم عسكر مع سيد نيمار، هاتوه وهتشوفوه وتتفرجوا عليه. ده مين سيد نيمار؟ اللي هو مواليد 2000، اللي قعد في المؤتمر الصحفي في السعودية وكانوا عاملين له مؤتمر صحفي عشان يجابوا الجولين في المباراة بتاعت الشباب. ده مين سيد نيمار؟ اجري ورا حلمك واسعى وراه. نعم هو مكلف، ولكن هو ده حال الدنيا. طبعا انا مش هطلع فواصل بقى معاكم، انا هستنى المداخلات بتاعت الناس كلها اللي هتكون موجوده معانا، وعايزين طبعا مداخلات للشخصيات اللي في. طبعا خبر كان كابتن رشاد محمد قدر ان هو ياخد قطاع، اقصد ان هو عينوه في نادي بهتيم، عمل طفره كبيره جدا جدا ومكسر الدنيا بشكل كبير. هو طبعا رئيس لنادي شركه نادي طلائع عجمان. شركه نادي طلائع عجمان دي شركه هتبقى السنه الجايه في الامارات، ولكن هي بتعمل دلوقتي حاله في مصر ان هي شغاله على الدوري الممتاز، بتأيد لاعيبه في الدوري الممتاز. ليه سموا طلائع عجمان؟ لان هم فعلا اخذوا شركه وخدوا اسم في الامارات، وهيبداوا من الموسم اللي جاي وجودهم في الدوري الاماراتي بشكل كبير. ويمكن عشان المصداقيه والحاجه دي اخذوا نادي ليوا وعملوا الطفره الجديده ان هم يقدروا يخشوا ب3 مسابقات، واللي هو انا بتشرف طبعا اني موجود فيها. هيبقى فيها فريق اول، وهيبقى فيها فريق الرديف اللي هو بيبقى تحت الفريق الاول. الرديف ده اللي هو كنا بنقول عليه الاول فريق 99 في عندنا، يعني تحت الفريق الاول ده اسمه هناك في الامارات الرديف. وفريق 5 و6. اللعبه دي ان شاء الله هتسافر في شهر 8، اخر 8 تقريبا الشهر اللي احنا فيه، لان هيبقى عندهم شهر واحد استعدادات للدوري اللي هيبدا في شهر 10 في الدرجه الثالثه. وده اللي انا حبيت اوضحه للساده المشاهدين، لانه بصراحه الناس بتتكلم كتير جدا على ان ابنها يسافر، على انه يبني مستقبله. خد بالك انه هيتعمل له اقامه لمده 2 سنين، دي في حد ذاتها كويسه للولد، بتديله اطمئنان، بتديله استقرار انه هيبقى موجود في الدوله، يلعب كويس، يتشاف كويس، يبان كويس. احنا لغايه النهارده متعاقدين تقريبا مع 7 لاعيبه لعبوا زمالك، لعبوا اهلي، مقصه، طنطا، لعيبه كوره. هي الفكره برضو ان انت ما بتدفعش فلوس علشان انت لعيب قليل، لا، انت بتلعب فلوس لانك الدرجه دي ما فيهاش المرتبات وما فيهاش المصدر المالي اللي ناخد بيها لعيبه. وبعدين هقول لكم على حاجه كمان، يعني هو انت دلوقتي لما هتيجي هسفرك بره كويس، هو انت لو موجود هنا معلش يعني انت مش لاقي النادي اللي بيحقق الطموحات بتاعتك، فهتضطر تعمل ايه؟ هتسافر. طب ما هو السفر ده ليه تكلفه، التكلفه دي ليه النادي يتحملها اذا ما كانش نادي محترفين وقوي ماليا؟ هو ليه؟ وبدل ما يروح يجيب مثلا يعني لعيب من درجه رابعه كويس، وكده كده حتى لو الدنيا الا اذا كانت معجزه من عند ربنا، مش تحطيم لطموحات الشباب، لا، لازم تحس ان هو اولا رزق، اللاعب ده رزق، ثانيا اجتهاد وسعي، ثالثا هو انت لازم تصرف على ده، لازم. انا هقول لحضراتكم على حاجه يمكن دي ما اتقالتش خالص. انا اول ما طلعت جيت اشتغلت مذيع، الكلام ده من حوالي 10 سنين كويس. طب انا عايز الناس تعرفني، عايز الناس تشوفني. طبعا ده مش هيحصل ان انا اخش قناه كبيره وابقى مميز فيها، ما حدش هيسمح لي. يعني المواضيع دي مش ما بتجيش كده، لا، زي ما اي مؤسسه ما حدش هيسمح لك فيها.
طب كابتن رشاد محمد جالنا، احنا اول ما جبنا اسمه فجيه على طول. يعني كابتن رشاد محمد طبعا من الشخصيات الكبيره، كنا لسه بنتكلم دلوقتي على كابتن رشاد وعلى انه يعتبر ملقب باسم عميد الاستثمار في مصر. ليه؟ لان تقريبا ما اعرفش الذاكره تاخدني ولا لا، من 15 سنه وهو في الاستثمار. في مطبات قابلته في حاجات، ولكن الميزه انه بيقدر يتعلم من ده بسرعه ويقوم ويقف. اخذ انديه كتير ما اقدرش لا حصر لها، يعني من اول انديه درجه رابعه لغايه ممتاز. هو اصلا كمان حد يعني مجتهد جدا، وبعدين فهم يعني ايه كوره. كابتن رشاد محمد بنهنيك طبعا على المنصب الجديد، مدير الكرة في بهتيم. طبعا بهتيم دي تحسوا ان هي دولة تانية وحاجة بقى مش عايز اقول لكم. اهلا وسهلا بيك كابتن رشاد. حبيبي يا كابتن حاتم، اخبار حضرتك ايه؟ وربنا يوفقك، انت من الناس المجتهدة وبرنامجك كل يوم بيعمل شغل جديد للبراعم والناشئين، وربنا يبارك فيك يا كابتن. حبيبي يا كابتن رشاد، طبعا انا بهنيك لانه طبعا ده خبر قوي جدا، يعني ان انت تتواجد بشكل كبير داخل منظومه بهتيم، واللي هي يعني عايز اقول مليانه من الشخصيات الكبيره واللاعيبه، ومطلعه كمان مجلس اداره كبير ونماذج كبيره جدا. كونهم طبعا ان هم يستعينوا بيك ده اكيد طبعا راجع لخلفيتك الرياضيه اللي شغال بيها كبير، واللي انت اصلا بتعمله لنادي بهتيم من غير ما تكون متواجد كمنصب. والله بص يا كابتن حاتم، القصه كلها ان دوت مكان بلد، يعني بلد بهتيم دي بلد كبيره في القليوبيه، والنادي بهتيم كان بيلعب ممتاز بيه، وكان فيه لعيبه كتير، ودايما بينافس في الدرجه الثالثه. وانا لعبت في النادي في فتره الناشئين، وطلعت مع الفريق الاول مع كابتن ابراهيم هيكل وكابتن حمدي رشدي. ولما كلموني بمجلس الاداره، وطبعا في شويه حاجات كده في النادي عاوز يتظبط اداريا ولاعيبه، وعاوزين بيستعينوا باولادهم يعني اللي موجودين في المجال في الكوره يعني. فانا طبعا ما اقدرش اتاخر عن نادي بهتيم، وان شاء الله يعني هنحط برنامج هنمشي عليه، سواء ان احنا هنجيب لعيبه مميزه عشان نصعد بيها، وسواء ان احنا نهتم بالقطاع الناشئين عشان نطلع لعيبه، وسواء ان احنا هنتكلم في حاجات كتير قوي لسه محتاجينها. بس هنقعد مع مجلس الاداره، وطبعا بشكر مجلس الاداره مستشار سامر الزهار ومستر ايمن عاشور واعضاء مجلس الاداره كلهم اخواتنا وحبايبنا. وان شاء الله في حاجات كتير هنعملها، بس لسه يعني لسه هنقعد مع المجلس، ولسه هنحدد القيمه الماليه اللي هياخدها اللعيبه اللي جايه من بره، ولسه هنحدد المكافآت، ولسه هنحدد حاجات كتيره عشان خاطر نقدر نصعد للدرجه الثانيه وممتاز بيه. انت محتاج مبلغ ضخم للحاجه دي. طب يعني يا كابتن يعني كابتن رشاد، انا افهم من كلامك انه الاستعانه بيك الموسم ده الموضوع مش موضوع مثلا خلفيتك الرياضيه او شغلك اللي انت عامله بشغل كبير، ولكن كمان عشان الطموحات الخاصه بنادي بهتيم انه للصعود، وده هيكلف النادي زي ما قلت مبالغ ماليه، وكمان الاستعانه ببعض العناصر اللعيبه اللي هتقدر تصعد بالنادي. طبعا احنا النهارده بدانا بالفعل، كلمنا لعيبه كتير في الممتاز ده، وكلمت ناس اسامي كبيره برضه يقدروا يفيدوا النادي ويقدروا يفيدوا اللعيبه اللي موجوده في الملعب بخبراتهم في الدوري الممتاز والممتاز بيه. وكلمنا معاهم واتفقنا معاهم، وان شاء الله يبقى في قعده بينهم وبين مجلس الاداره. طب يا كابتن رشاد، انت برضه خد بالك ان انت عندك مهام كتير بتقوم بيها الفتره دي، وهو طلائع عجمان والقطاع الكبير بتاع نادي بهتيم واللي هي بلدك ومنطقتك. انت شايف ان انت المجهود الجبار اللي انت كل يوم تقريبا في مكان وبتقعد مع ناس وشغلك هتقدر تتواصل ما بين او تعمل تواصل ما بين نادي بهتيم وطلائع عجمان والصلب وعنيبه والانديه دي برضه كلها واخده من وقتك كتير جدا، هتقدر ان انت تتاقلم مع الجو ده كله؟ بص يا كابتن، انا القصه كلها ان انا معايا كابتن عمرو غمري مشرف على الكوره، كابتن ياسر عمر ابن من ابناء النادي ولاعب دوري ممتاز اسماعيلي وشرقيه ولعب في الجيش، مدير فني كابتن سعيد رمضان. فاحنا كجهاز فني هنقدر نحدد كل واحد لو عنده شغله الخاص بره، هنقدر نحدد. انا عندي منظومتي، انا اقدر اتحكم في الوقت اللي انا همرن فيه الولاد. تمام. وفي نادي بهتيم احنا هدفنا ان احنا نعمل حاجه كل الناس تتكلم عنها، يعني سواء في بهتيم او بره بهتيم، ان دي مجموعه شباب جمعوا بعض بالحب وبالاخلاص بين بعض والصداقه اللي بيننا. طبعا عاوزين نعمل حاجه كويسه للنادي، يعني تمام مش جايين عشان ناخد حاجه من النادي. يعني كابتن عمرو غمري ده رئيس مجلس اداره في النادي. طيب كابتن ماشي، كمل يا كابتن كمل.
انا جاي النادي، حتى كانوا بيتكلموا معايا في المرتب ايه ومش عارف، قلت لهم لا انا جاي كده متضرع للنادي، على ان انا مش جاي اخد فلوس من النادي، انا جاي اقف جنب المكان اللي انا لعبت فيه واتمرنت فيه واتربيت فيه، والمكان اللي بيجمعنا في كل وقت احنا عاوزين نقعد فيه، ما بنقعدش الا في نادي فيه. انا شايف طبعا اقبال لناس كتير جدا، والتهنئه اللي نازله عليك من امبارح انه كل الجميع في ظهرك، وكلامك النهارده ان انت واخد الموضوع تطوعا منك، دي حاجه كبيره جدا هتفيد النادي الفتره اللي جايه بمسانده كل الناس في ظهرك. اكيد الموضوع هيختلف الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله هتلاقي حاجه كويسه يا كابتن حاتم، وانت اكيد هتيجي تبقى عامل ان شاء الله هتعمل طبعا. لقاء مع اللعيبه ومع المدير الفني ومع المشرف العام على ان شاء الله يا الكوره كابتن. ومع مجلس الاداره، كلهم هيبقوا مستنيين حضرتك في إن شاء يوم الله. كده. انت هتيجي تحس تلاقي في ربط بيننا وبين مجلس الاداره وبيننا وبين اللعيبه، هتلاقي حاجه كويسه ان شاء الله. طيب كابتن رشاد، طبعا علشان الناس برضو تسالنا كتير، وكلمه طلائع عجمان والمسمى بطلع طلائع عجمان، عايز افهم الناس طلائع عجمان ده السنه دي ايه والسنه الجايه ايه سريعا كده، وهو كمان متبني انديه ايه اللي هيلعب دوري القاهره السنه دي. بص يا كابتن، القصه كلها ان طلائع عجمان لازم نقعد فتره نشترك، ولازم بيبقى ليك حاجه اسمها دور مع الاتحاد الاماراتي. كويس. كل الكلام ده احنا ما نعرفوش، لان انت برضه بتخوض تجربه جديده عليك، الدوري الاماراتي والاحتراف اللعيبه المميزه عندنا في مصر بتطلع بقى الامارات. اللعيب بيتحمل حاجات واحنا بنتحمل حاجات، لكن في الاخر خالص بتلاعب ولد دوري مليان كثافه كتيره، ودوري محترفين، ودوري حاجه محترمه ومنظمه. قعدت هنا خالص. كويس. عشان خاطر يبقى في مصداقيه، قدرنا الحمد لله نتعاقد مع نادي مع اداره نادي ليوا، وخدنا خدنا مشاركه النادي ب 50%، ولينا حق الاداره الفنيه الكامله ان احنا نجيب اللعيبه ونتعاقد مع اللعيبه. مشكورا طبعا مستر عبد الله رئيس مجلس الاداره، مستر ابراهيم المدير التنفيذي، لكن هم عشان عايزين احنا بتوع كوره. وطبعا طلائع عجمان كانت عامله شغل كويس، وهم فاهمين احنا جايين نعمل ايه. بس طلائع عجمان هو اسم طبعا موجود، له رخصه موجوده في الامارات، رخصته موجوده، واحنا الموسم الجديد ان شاء الله هيكون موجود في الدوري كمان. كويس. يعني كده حضرتك عايز تقول ان انت زائد مشاركتك في نادي ليوا السنه دي، انت مشارك باسمك بقى وبشغلك وبناديك طلائع عجمان السنه الجايه في الامارات. طلائع عجمان الاماراتي الموسم الجاي في دوري الامارات ان شاء الله، وفي حاجات كتير كويسه هنعملها، وبنتعاقد مع ناس كتير دلوقتي في القليوبيه وفي القاهره وفي الجيزه وفي الشرقيه وفي جميع المحافظات، عشان نعمل قطاع ناشئين هنا في مصر نختار منه اللعيبه اللي هتلعب السنه الموسم الجديد. طلائع عجمان الامارات. تمام يا كابتن، تمام يا كابتن، شكرا جزيلا طبعا كابتن رشاد محمد مدير الكره في نادي بهتيم على الاستفاضه والكلام المحترم جدا جدا نعرفه على ليوا، ونعرف كمان طلائع عجمان، وكمان عشان القصه بتاعه الفرقه ان هي تبقى موجوده في النادي الفرقه السنه دي بهتيم، وكمان عشان خاطر حاجه مهمه جدا وهي نبارك له على بهتيم، وايه هي طلائع عجمان وايه هي نادي ليوا. هستأذن حضراتكم بس كده في فاصل بسيط اشرب ميه، ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل البسيط ده عشان نقدر نكمل بقى مداخلات التليفونيه ونستقبل كل الناس اللي عايزه تخش مداخلات. فاصل ونرجع مع حضراتكم مره تانيه. طبعا العطش صعب جدا والجو كان صعب جدا. عايز اقول لحضراتكم من الساعه 10 الصبح تقريبا لغايه دلوقتي واحنا بره في تدريبات في اختبارات، بنشوف لعيبه اعمار سنيه مختلفه. حته ان انت تشتغل ويبقى عندك ضمير شويه، دي الواحد يعني بصراحه بيحبها قوي، بيحب يشتغلها كويس جدا، بيحب ان هو يراعي ربنا في اللي هو بيشتغله. يعني الولد اللي في الملعب ده لو انت كمدرب اعتبرته ابنك الموضوع هيختلف، حتى لو النادي اللي انت شغال فيه له نظام معين، انت حاول يبقى عندك حس الضمير شويه، والحس الضميري ده احنا مفتقدينه بصراحه يعني، وهقولها لكم بكل صراحه. اذا كان في تحكيم، اذا كان في اداره مباريات، اذا كان في تغطيه، اذا كان في معلق بيطلع يذيع المباراه بالعدل، يدي الاهلي والزمالك حقهم، مش يدي الاهلي بس حقه والزمالك لا، او الزمالك حقه والاهلي لا، يدي الفرقتين حقهم، يتكلم بكل صدق وصراحه، ما يخشش في مجال التحكيم وهو مذيع، هو خليه في الحته بتاعته. لو كل واحد متخصص خلاه في الجزء بتاعه بس يتكلم فيه، هيبقى شكلنا في حته تانية خالص. كنت بتفرج على مباراه النادي الاهلي والنادي المصري، وكنت خلاص تقريبا مجرد ما المصري جاب الجون خلاص وبتاع وهقوم بقى خلاص المباراه خلصت، فجاه جه جون. انتوا عارفين ان الجهاز الخطير
اللي اسمه الفار، مين اللي بيقعد عليه؟ حكام المصريين اللي موجودين. هتتفاجئوا مفيش ولا حكم دوري ممتاز بيقعد في كابينة الفار، ولا حكم دوري ممتاز. طب ده معقول؟ يا جماعة الناس اللي بتقعد على الفار دي لازم تكون اتدربت على الجهاز الرهيب ده. ما هو بالنسبة لنا احنا رهيب، لكن بالنسبة للدول التانية تقريبا يعني الناس بدأوا يستغنوا عن الفار ده. حسوا ان شخصية الحكم في المباريات الأوروبية يعني والدنيا اللي بره دي، حسوا ان شخصية الحكم بتتلاشى بوجود الجهاز ده، لان مجرد ما بيصفر اللعيبه لا اروح للفار. طبعا احنا عندنا بيختلف الموضوع، ده هيشيلوا الحكم من الملعب وعلى كتافهم ويطلعوا بره للفار. فالموضوع مختلف تماما. احنا هنا بنستخدم كل حاجه بالبركه، وما ادراكم بالبركه بقى، الناس اللي هي البركه دي يعني. فاحنا بنستخدم الحاجات دي كلها. معانا العميد، عميد حراس المرمى كابتن سيد الخولي. اهلا وسهلا بيك كابتن سيد الخولي، عميد حراس المرمى والخبره الكبيره جدا جدا، واحد الجنود المجهولين في الرياضه المصريه اللي بيتفرج على الاحداث الرياضيه كمشاهد وليس ذو منصب للاسف الشديد، رغم انه اهل 30 سنه في الامارات وامارات وبحرين وخاض بقى مجال كبير قوي. برحب بيك يا عميد كابتن سيد الخولي. حبيبي يا كابتن حاتم. حبيبي يا كابتن سيد، اخبارك يا حبيبي؟ شرف ليا طبعا اكون مع حضرتك يعني. حبيبي يا كابتن سيد. تحياتي لشخصيتك الكريمه وكلامك الجميل ومقدمك الجميله يعني. حبيبي يا كابتن سيد، ده اقل ما يكون. احنا عايزين ندي لكل واحد حقه وكل واحد منصبه. الراجل ده لو تخشوا صفحته الخاصه وتشوفوا البوستات والمنشورات اللي بيحطها وكميه التعليم اللي بيحطه المجاني لحراس المرمى، نقول الناس دي ليه مش موجوده في المنظومه. وكل ما يدخل يشوف اي حاجه او كومنت او يرد عليا كومنت، رده بيبقى انا بحس بيه. كابتن سيد كلمني عن الشكل بقى العام اللي استفدته بعد ما خلص الدوري الممتاز بشكله الجميل والدنيا والرياضه في مصر والناشئين وكل حاجه. انا بس عايز اعقب بس على كلام حضرتك في المقدمه لو تسمح لي يعني. ايه ده اتفضل. ايه ده انت قاعد بقى مستني المقدمه اتفرج. اتفضل. انا قاعد سامع من اول ما بدات. اتكلمت حضرتك كويس بقى على مدير الكوره، واتكلمت طبعا على موقف شيكابالا بالظبط والضجه اللي اتعملت على الفاضي ديت، واتكلمت طبعا على موضوع الاحتراف الخارجي بالامارات وحاجات زي كده. اتفضل يا كابتن. برضه نسبه شيكابالا زي ما انت ما تفضلت كده بالظبط، انت جبتها فعلا في الجون، وهو ده الكلام المحترم اللي هو المفروض كانت الناس تطلع تقوله، ان فعلا كابتن شيكابالا لما يطلع في مؤتمر صحفي او في اي لقاءات صحفيه او اعلاميه لازم يكون لابس تيشيرت النادي بتاعه. الكابتن ابو واحد فعلا هو اللي راح ادى التيشيرت بتاعه عشان يلبسه، عشان في اي لقاءات صحفيه لازم يكون لابس تيشيرت النادي. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم برضه، انت حضرتك اتكلمت برضه على اللاعب الاحتراف الخارجي، وانت اتكلمت في كلام محترم جدا ان لعيب الكوره بره مصر، خصوصا الزراء الناشئين وحاجات زي كده بره مصر ما عادش يعرفوا. تمام. لان احنا عشنا التجربه دي. صح. وحضرتك اديت مثال قوي جدا بنيمار. نيمار لعيب كوره كان في الزمالك. بس عشان يطلع بره دفع. صح. عشان يتلمع، عشان يتحط في مكانه. صح. رجع اتعاملت معاه التركه الجميله انه راح يروح نادي منافس عشان خاطر يرجع ناديه بالقيمه. بالظبط. اللي حضرتك بتتكلم عليه، انت بتتكلم في كلام جميل جدا، ان هو مش اي واحد يا جماعه يطلع بره مصر يبقى لعيب كوره. حتى لو بتلعب من درجه ثالثه. لا لازم عشان تطلع. انتم ما شاء الله يعني في نادي ليه، وانا عارف الناس عندها مصداقيه وعندها امانه وعندها حاجات زي كده، اللي انتم فعلا هتاخدوا اللعيب الكوره اللي عايز يبقى لعيب كوره. صح. انت عايز تبقى لعيب كوره، اعتبرها يا سيدي ان هي دي محطه ليك. هتنتقل من خلالها تروح محطه اكبر. حتى لو رجعت مصر يا كابتن بعد سنتين انت راجع معاك بطاقه دوليه ولعبت دوري لعبت بره دوري اماراتي. حتى لو رجعت. واخد بالك. وممكن هناك يا كابتن برضه الحظ يضرب معاك وتلعب في اي. وده اللي هنشتغل عليه يا كابتن. ما هو انت لو واخد لعيب الكوره من هنا بتبقى نفسك تودي اللعيبه دي انديه اكبر عشان هتتحسب لك برضه. اكيد مليون في المية. اتفضل يا كابتن. اكيد في مليون في المية. انت كراعي او راجل كمؤسسه او كنادي او رئيس نادي او الناس المسؤوله عن النادي ده، يهمها في المقام الاول ان هو اللعيب يمشي من عندها
يروح نادي اكبر او يرجع مصر على نادي اكبر، فهو ده النجاح بعينه. واخد بالك؟ لكن كابتن انت هنرجع لسؤال حضرتك بقى اللي هو السؤال المهم كدوري سريعا بقى سريعا. سريعا. لا احنا محتاجين يا كابتن، بص ايوه محتاجين كتير قوي. محتاجين بص يا كابتن نهد ونبني. هنهد المبنى نفسه ولا الاشخاص اللي جوه المبنى؟ بص يا كابتن يا كابتن، لا المبنى ده قائم، تمام. لكن الناس اللي جوه كابتن لازم الافكار تتغير، لازم الدنيا تتغير، لازم الناس تبص بعقليه احترافيه اكبر من كده. لازم الناس اللي جوه الاتحاد او اي حد يبصوا على الناس اللي عايشه بره. يعني انا مثلا هتكلم عليا شويه في عجاله. اتفضل. انا قعدت 30 سنه. اتفضل. ومحقق نجاحات وانت تعلمها جيدا وموجوده على الصفحه، وكنت انا بتكلم. طب الناس اللي في مصر يا كابتن ليه ما بيستغلوش الناس اللي زينا وحققت نجاحات وحصل على دورات لسه هتتعمل في مصر بعد 100 سنه؟ ده لسه معموله. الايه لسه معموله بقى لها شهر عشان يمسكوهم يا كابتن رئيس قطاع ناشئين في النادي. والله يعني بص يا كابتن، يعني ولسه يعني ربنا يوفق الجميع. لكن انا اقول لك يا كابتن يعني الحمد لله رب العالمين انه واخد من الاتحاد الفرنسي دورات تمام الاتحاد الاسيوي والاتحاد الافريقي وكل الدورات اللي تخص حراسه المرمى والحاجات الجانبيه. وصلت يا كابتن سيد. ده الكلام كلام حضرتك التوفيق طبعا. حبيبي يا كابتن سيد، شكرا ليك طبعا على مداخلتك وكلامك المحترم ومداخلتك الجميله. اشكرك شكرا جزيلا عميد حراس المرمى في الامارات. طبعا لو في مداخلات يا جماعه على الهوا، لا مش عايزين الناس بقى تخش لنا بقى مداخلات على الهوا ونخش بشكل كبير. لو اي حد انا تحت امركم. النهارده انا قلت للساده المشاهدين ان الحلقه دي بتاعتكم، مفيش حد تاني هندخله غير الناس اللي هتخش علينا على الهوا وعادي تبقى معانا موجوده في اي وقت، مفيش مشكله خالص. الكلام اللي خدناه من كابتن سيد ده مهم جدا. خلي بالكم عشان ده من الناس اللي هي بتتكلم بصراحه شويه وبتتكلم ما بتخافش لانها بتتكلم في الحق. خدوا بالكم اي حد بيتكلم في الحق قسما بالله بتبقى الدنيا الناس بتسمع له والناس بتقول له صح. وطالما بتتكلم في الحق مش هتلاقي حد يقول لك لا اوعى تتكلم في النقطه دي، اوعى مش عارف ايه. يعني انا في حد كلمني قبل الهوا وتقريبا يعني واحنا في الهوا قال لي ما تقولي الاسباب الحقيقيه اللي بسببها تم اقاله كابتن سيد عبد الحفيظ. بصوا خدوا بالكم، الاعلام المحترم انه ما يطلعش يجرح في الناس. هو انت ممكن تقول ان القرار ده خاطئ والقرار ده صح والقرار ده غلط، ده ممكن تقوله، لكن عشان تكون اعلامي محترم ما تطلعش تجرح في الناس وبالذات في الاشخاص. انك تقول فلان ده سفيه، فلان ده مش عارف ايه، فلان ده لا. مفيش اعلام في الدنيا بيبقى كده. لكن ممكن تقول الاداره خاطئه ان هي عملت القرار ده، ان ده حصل زي ما كلنا او مش كلنا يعني، زي ما مجموعه قليله جدا او انا واحد من الناس طلعت قلت ان صفقه امام عاشور من الصفقات اللي هي زيها زي كهرباء. يعني واحد هيقول لي ما هو كهرباء مكسر الدنيا. لا لا لا، مكسر الدنيا ايه وبتاع ايه؟ هو في مهاجم من 7-8 فرص يجيب جون بالصدفه؟ مفيش الكلام ده. وظيفه المهاجم انه من ال7-8 فرص يجيب 6 جوان، 5 جوان، 4 جوان مثلا، يعني نسبه وتناسب. انما هتبقى صفقه يعني، خصوصا ان النادي الاهلي تحسوا ان اللعيبه اللي هو بيستقطبها للنادي الاهلي لعيبه ليها شكل معين او اخلاقيات معينه او حاجه كده، يعني في شكل كده معين. معرفش ليه اللعيبه اللي دايما هو يعني مش عايز اقولها لكم بطريقه معينه، انه من الذكاء في الرياضه ان انا ازاي اضعف الفريق اللي قدامي. اضعفه مش ان انا اجيب صفقات قويه من الخارج، لا انا ممكن اضعفه ان انا اخد كل اللعيبه اللي عنده. ما هو في الاخر مش هتلاقي منافس، في الاخر هتبقى البطولات كلها بتاعت حد لوحده، وده خطأ في الرياضه. هتلاقي المنتخب كله يا اما اهلي كله يا اما زمالك كله. قصه بقى ان احنا نجيب لعيبه من الانديه الثانيه مش هنلاقي، وده غلط. طول عمر الرياضه اذا كانت اهلي وزمالك ما كانتش في مصر بس، كانت اهلي وزمالك في الدول العربيه، البطولات العربيه. كان الزمالك والاهلي لما كانوا بيخشوا في البطوله العربيه دي من حوالي 10 سنين كان الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وكانت ايه بقى؟ كانت الناس بتشترك علشان النادي الاهلي والزمالك في البطوله دي وتتفرج عليها، اللي هي مشفره يعني. بمناسبه كلمه مشفره، الدوري السعودي من الموسم اللي جاي مشفر خلاص رسمي. فاكرين الكلام اللي انا كنت قلته
عن الدوري السعودي من شهر لما جابوا كريستيانو؟ يا عم ده فلوس كتير، ده عندهم مش عارف ايه. لا، ناس بتفكر، ناس بتشغل دماغها. الدوري السعودي بقى هو الدوري الانجليزي، بقى هو الدوري الاسباني، بقى هو الدوري الايطالي. جابوا كل النجوم في الدوري. كويس. اتفرجوا على النصر ده، سيبوكم من مباراه الزمالك. لا، النصر ده هيخوف الانديه كلها العربيه بعد شهرين، بعد ما يتاقلموا على بعض. وقيس على ده بقى النصر والاتحاد والهلال والكلام ده كله. الدوري الانجليزي ده، الدوري السعودي ده، هتبقى ممكن ناس تيجي عليها وقت كمصريين او حد تاني يسافر السعوديه عشان يتفرج على الدوري، عشان يحجز مباريات، زي ما كانوا السعوديين او العرب او القطريين او اي حد كانوا بيروحوا اسبانيا يروحوا يتفرجوا على الدوري الانجليزي، او يروحوا انجلترا عشان الدوري الانجليزي، او اسبانيا عشان الدوري الاسباني. دلوقتي جابوا لهم الدوري هنا. هو مش كتر فلوس، هو تفكير. ازاي اسوق للدوري ده بتاعي في الدوله، وازاي اجيب البطولات عندي واجيب كاس العالم عندي بطريقه معينه، بطريقه استقطاب كل النجوم، حتى لو الناس دي مبطله كوره، مع ان ده مش مبطلين كوره، ده جايب النجوم. كويس. ده فكر معين. مش ان انا هنا بقى، مش معنى كده ان انا الدنيا وحشه هنا، لا، الدنيا هنا عايزه تظبيط. خدنا 100 قرار عشان دوري المحترفين يقيموه واتلغى قبل ما يتلعب بيوم اسبوع. تخيلوا بقى 7 شهور في مشاورات ومناورات وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر اتلغى. طب ما توفر على نفسك الاجتماعات والحاجات دي كلها وتدرس الموقف قبل ما تعمله. يعني ادرس القرار وبعد كده طلعه للنور. مش كل واحد النهارده جات له فكره يلا اعمل عشان نحسس الناس ان احنا في اتحاد الكوره شغالين. ده خطأ كبير، لان قراراتك بترجع فيها. فبالنسبه كده ان انت على ارض هشه، اذا كانت كره نسائيه بقى ملهاش وجود، اذا كانت بطولات، اذا كانت دوريات. كاس الرابطه لغايه النهارده في كاس الرابطه في حكام ما خدوش فلوسهم واجورهم من حوالي 2 سنين، من اول ما كاس الرابطه اتعملت. واداء الحكام زي ما انتم شايفين. الناس يا عيني، ما هو اديني عشان اشتغل، عشان افكر، عشان يبقى عندي استقرار في الملعب، عشان ابقى موجود في الملعب. ما هو مش معقول يكون حكم شغال في الملعب وما بيقبضش وعنده مسؤوليات. هيطلع التحكيم ازاي؟ انا ريقي نشف تاني، بس المره دي بقى خلاص انا مش هقدر اطلع فاصل. انا هاني معاكم الحلقه. كنت سعيد جدا جدا النهارده بوجودي معاكم ساعه كامله على الهوا، تقريبا قلت فيها كل حاجه على قدر يعني امكانياتي. وارجو ان انتم تكونوا يعني سعداء النهارده، او نلت اعجابكم بالحلقه النهارده منفردا لوحدي، وان شاء الله باذن الله معاكم كل اسبوع. بشكر طبعا كل فريق الاعداد ان هم متواصلين بشكل كبير جدا جدا، كاميرات ومخرج عظيم ومحترم، كل الناس اللي موجوده، عبير طبعا وباسم وسيف الدين النهارده المعد الجميل، كل الناس اللي موجوده، طبعا اداره القناه بشكرها شكرا جزيلا. سهرتكم معايا اعزائي المشاهدين. استنونا ان شاء الله باذن الله كل اسبوع في برنامج صائد النجوم مع حاتم عسكر.